خليكي متأكدة ان هيفوتك كتير قوي لو ما حفظتيش الوصفة دي النهاردة عندك. طريقة الحجازية الاسكندراني بطريقة سهلة جدا ومكونات اقتصادية ومتوفرة عندنا في كل بيت. تابعي معايا الفيديو. انا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. اول حاجة معايا هنحضر حشوة الحجازية بتاعتنا. انا هعمل الصينية دي هعملها مضروبة في 2، يعني انا هعمل مقدارين، بس انا اللي بوريهولك ده مقدار صينية واحدة. انا دلوقتي حطيت مج كامل من دقيق السميد بما يعادل 250 مللي تقريبا، وكمان حطيت مج كامل من السكر الحبيبات و3 معالق كبار من القرفة، وحطيت نص مج من الزبيب. ولو حابه ان انت تضيفي الكاكاو الخام هيديها لون اغمق كده للحشوه بتاعتها. بس انا هنا عملتها على الطريقه التقليديه غير ما عملتها معاكم المره اللي فاتت. المره اللي فاتت انا عملتها معاكم حطيت فيها كاكاو، المره دي انا مش هستخدم كاكاو، كنت حاطه كمان فيها جوز هند، برضو هنا مش هستخدم جوز الهند. امشي بس على الطريقه ديت وهتبقى حلوه جدا. يا سلام بقى لو عندك باكت من الفانيليا، بس للاسف الفانيليا عندي كانت خلصانه. حطي كمان باكت من الفانيليا، ونزلت بحوالي معلقتين كبار من العسل النحل، وده اختياري بس هو بيعمل على تماسك الحشوه ومش بيخليها مفروله. هنزل بشويه ميه حبه بحبه واقلب لحد ما توصل معانا للشكل اللي انتوا شفتوه ده زي الرمله المبلوله. هركنها على جنب واحضر بقى السوائل اللي انا هسقي بيها الحجازيه او هعجن بيها الحجازيه. انا لكل صينيه مقاس 30 بحط 4 معالق كبار من السكر الحبيبات، وعليهم معلقه كبيره من الخميره او بما يعادل باكت من الخميره، ومعايا هنا ده مج الا ربع من الميه الدافيه. وهبدا اقلب كده، وهنا يعني للاسف انا قلت الحنين تقلب لي فاعتبرتها انها شوربه و... وراحت شاربه الميه اللي في الخميره، بس هنفوتها، يعني هفوتها لها مش مشكله. بعد كده هبدأ ان انا هسيب الخميرة دي او المية دي لحد ما تعمل فوم كده وتخمر. وهحضر دلوقتي بقى الدقيق نفسه او العجينة نفسها. معايا هنا نص كيلو من دقيق السميد، وهحط عليه مج كامل من الدقيق الابيض ورشة من الملح. هسيب لكم في الكومنتات الطريقة كلها للصينية، لعمل صينية 30 او المقدار الواحد، يعني انا زي ما قلت لكم انا مضاعفه المقدار. مقدار الماده الدهنيه عندي بقى انا بحط كده بوزن، يا ريت يعني لو تستخدموا ميزان، لو ما عندكمش ميزان هقول لكم برضو بالكوبايه بيتحط قد ايه. هحط حوالي 170 جرام او 160 جرام، انا هنا حاطه بصوا 160 جرام من السمنه العاديه، وهكمل بمعلقتين كده كبار او معلقه كبيره سمنه فلاحي، بتفرق قوي في الطعم، لحد ما وصلت ل 180 جرام. وبعد كده هكمل ال 200 جرام بزيت، يعني حوالي ربع كوبايه من الزيت. الزيت هنا بيدي القرمشه. وعايزه اقول لكم ان السمنه هنا، السمنه ممكن تستخدمي سمنه بس، او زي ما انا عملت خليط سمنه على زيت. ما نكترش الزيت قوي عشان ما يخليهاش ناشفه قوي وتبقى مفرفته معانا، احنا عايزينها الملمس بتاعها اللي هو تقطم كده طريه وفي نفس الوقت فيها سكه قرمشه. وهنا دي الصاج اللي انا هسوي فيه، حطيت فيه طبعا دهنته كله بالسمنه الفلاحي عشان تبقى ريحه السمنه الفلاحي فيها جامده شويه. انا سيحت السمنه، انا مش بقدح السمنه، انا بس مجرد بسيحها علشان تبقى طريه واعرف ان انا اقلبها في الدقيق. ببس الدقيق لحد ما يوصل معايا للقوام ده، ان انت تتكي كده على الدقيق تلاقيه بيفرفت، يعني بيعمل زي كتله بعدين يفرفت تاني في الايد، او زي الرمله المبلوله برضو. هنا ببدأ بقى في المرحلة دي انا مش بعجن خالص، مجرد ما بحط السوائل ببدأ ان انا اقلب بصوابعي، بجيب بس من تحت لفوق كده عشان يبقى الدقيق كله متشرب السوائل. بقلب بصوابعي لحد ما تبقى العجينة معايا كتلة تتحول لكورة كده. اول ما العجينة تتكور تحت ايدي ما تقلبيش ولا تعجني، احنا هنا دي مش عايزينها تعمل عرق خالص، احنا عايزينها تفضل مفرفتة كده. وهنا اديت نوني بقى تخبز مع نفسها علشان هي كانت عايزة تعمل حجازية هي كمان، فهتقعد بقى هي تلعب بقى شوية بالحتة العجينة اللي اديتها لها. ده القوام اللي انا عايزاه. هقسم التقسيمة ازاي؟ هحتاج للنص اللي تحت او اللي هحطه في ارضية الصينية اكبر شوية من النص اللي هفرده على الوش. ليه؟ لان انا بعمل للصينية سور، فالسور ده بيزود معايا طبعا من كمية العجين، فهزود شوية في العجينة اللي تحت. وبعد كده العجينة اللي فوق هقول لكم هحطها ازاي بطريقة برضو مختلفة عن المرة اللي فاتت ما عملتها معاكم. هبدأ ان انا افرد كويس العجينة في ارضية الصينية واعمل للصينية سور كده زي ما انتوا شايفين صغير كده، علشان السكر اللي جوه الحشو ما يتكرملش معايا، انا مش عايزة السكر يتكرمل.
هبدأ هنا ان انا افرد. انا مش ببدأ ان انا ابطط الحشوة من اول ما احطها، لا انا بفردها الاول بصوابع ايدي كده لحد ما اتأكد ان كل مكان في الصينية واصل له حشوة كويس قوي، وان كلهم تقريبا متساويين. بعد ما اتأكد بالطريقة دي ان الحشو كله متساوي، ابدأ بقى ان انا ابطط او ادك او اكبس الحشوة دي كويس قوي علشان ما تتفرفتش، وعلشان لما اجي احط الطبقة اللي فوق تبقى الطبقة اللي تحت متساوية ومفرودة. الطريقة دي بقى اسهل من ان احنا نقعد نبطط كل حتة على ايدينا، او ممكن تفردوها كلها حتة واحدة، بس طبعا ممكن تتقطع معاكم لان العجينة طرية بتاعتها، وكمان دقيق السميد بيبقى مفرول شوية غير العجين الدقيق الابيض. فانا هنا هبدأ ان انا اخد قطعة من العجينة اللي باقية، هفردها على كيس مشمع، وهيبقى معايا هنا حتت صغيرة كده لسه ما وصلهاش عجين، فهاخد بقى على ايدي دي، ممكن اعملها على ايديا، هاخد على ايديا كده كور صغيرة، وابدأ اشوف كل حتة ما فيهاش او مش واصل لها عجين، وابدأ ان انا ايه يعني الزق كده العجينة في الحتت اللي مش واصل لها عجين، بحيث ان انا اقفل الوش كله وما يبقاش اي جزء من الحشو ظاهر معايا. بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي هقفل الصينيه كلها واوريها لكم. طريقه التزيين بقى مجرد ما بخلص يعني حاجه بسيطه جدا، او التشكيل ما فيهاش، ممكن تسيبيها زي ما هي كده على ما هي ساده من غير ما تعملي فيها اي حاجه. ودي طريقه مختلفه ان احنا ممكن نعمل خطوط كده بالشوكه زي ما بنشتريها من بره، اللي بتبقى الوش بتاعها مخطط، دي بالشوكه كده نشتغل عليها. التقطيع بقى زي التقطيع اللي تحبيها، ممكن تعمليها مثلث، ممكن تعمليها مربع، انا عاملاها هنا تقطيع عاديه، بس ابسط طريقه للتقطيع ما فيهاش اي افتكاسات. يعني المره اللي فاتت كنت عاملاها سمبوكسه، دلوقتي انا عملتها المربعات العاديه. وهبدا ان كده ان انا اغطيها بكيس بلاستيك، واحط عليها مفرش او اي حاجه، واسيبها حوالي ساعه بالظبط لحد ما العجينه ترتاح والخميره تبدا تشتغل. طبعا الخميره مش بتشتغل قوي زي المعجنات او المخبوزات، لا خالص، هي مجرد بس ان العجينه بترتاح والخميره تبدا تتنفس في الدقيق. هو مش هيخمر ولا هيفور ولا هيطلع بره الصينيه، هي بس مجرد ان هي خدت نفسها. وهدخلها في فرن سخن على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، بتقعد بالظبط حوالي نص ساعة. تطلع زي ما شفتوها في أول مرة كده، الجناب بتاعتها نعرف انها استوت ازاي، بتلاقوا الجناب خدت وش، وبعد كده بولع عليها الشواية وبديها وش من فوق علشان تاخد الوش القمر اللي انتوا شايفينه ده. وبس كده، ما بطلعهاش خالص من الصينية غير لما بتبرد تماما، وزي ما انتوا شايفين ناعمة جدا وطعمها حلو قوي، احلى كمان من اللي بشتريها من بره. وبس كده، لو عجبتك طريقتي في عمايل الحجازية ما تنسيش اللايك والشير، وان انت تحفظي الفيديو ده عندك عشان تعمليها وتفرحي بيها ولادك. شكرا ليكم، سلام عليكم.